السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى إعدادي؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض بأول درس في المنهج الجديد اللي هو بيتكلم عن قارة أفريقيا، وهنتكلم عن الموقع والكشوف الجغرافية اللي موجودة في قارة أفريقيا. طبعا ما تتخضوش من المنهج ومن كثافة المنهج، كل حاجة هتتبسط وهتكون سهلة وسلسة، بس خلينا نتوكل على الله ونبدأ بالأول درس. درسنا النهاردة بيتكلم عن أو هندرس فيه الموقع الجغرافي الفلكي لقارة أفريقيا، وهفكركم يعني إيه موقع جغرافي وفلكي، وكمان هندرس فيه أهمية موقع القارة نفسها، وحصل كمان كشوف جغرافية للقارة، زائد كمان الخريطة السياسية للقارة. طبعا انتوا فاكرين في السنين اللي فاتت درسنا إن العالم كله أو كوكب الأرض كله بيتكون من 7 قارات، واحنا كنا مقسمين القارات دي لقارات عالم قديم، يعني الإنسان اكتشفها الأول، لقارات عالم جديد. وقارات العالم القديم هم رافوا 3، هم آسيا وأفريقيا وأوروبا. إنما قارات العالم الجديد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية اللي هي أنتاركتيكا. دول كده احنا بنسميهم إيه؟ قارات عالم جديد. فقارات العالم الجديد والقديم كلهم 7 قارات، بس احنا اللي يخصنا قارات العالم القديم، والأهم كمان هي قارة أفريقيا اللي احنا موجودين فيها، وكمان بلدنا مصر الحبيب موجود فيها، موجود تحديدا في الشمال الشرقي لقارة أفريقيا. يلا نبدأ نتكلم عن قارة أفريقيا. وأول حاجة هنحب إن احنا نتعرفها اللي هي إيه؟ مساحة قارة أفريقيا. بالنسبة لمساحة قارة أفريقيا سنة أولى، انتوا عارفين طبعا إن أكبر القارات هي قارة، ممتاز جدا، قارة آسيا من حيث المساحة، من بعدها قارة أفريقيا، وكمان إن هي بتمثل حوالي 30.4 مليون كيلو متر مربع، وهي بالتقريب كده بتمثل حوالي 20%، يعني خمس من مساحة اليابسة الكرة الأرضية. كل الكرة الأرضية بتمثل 100%، طبعا كل القارات على بعضها كده بتمثل 100% من مساحة اليابسة، ولكن احنا بس بنمثل 20% أو الخمس من المساحة دي. خلاص عرفنا مساحة قارة أفريقيا إن هي تاني أكبر قارات العالم، تاني في المركز التاني من حيث المساحة في قارات العالم، وإن هي بتمثل حوالي خمس من مساحة اليابسة أو 20% من مساحة اليابسة أو مساحة القارات عموما اللي موجودة في العالم. طيب خلينا كده نرجع نفتكر يعني إيه موقع فلكي وجغرافي قبل ما ندخل ونتكلم عن موقع قارة أفريقيا، لأن احنا هندرس موقع قارة أفريقيا من حيث الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. طيب خلينا نفتكر مع بعض كده. موقع فلكي يعني ايه؟ برافو، يعني موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طالما فيها خطوط طول ودوائر عرض وأرقام يبقى كده احنا بنتكلم عن الموقع الفلكي. إنما لو هنتكلم عن الموقع الجغرافي اللي هو مقصود بيه، ممتاز، موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة، يعني بنتكلم عن المكان نفسه اللي بيحده في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، هو ده الموقع الجغرافي. خلاص افتكرنا مع بعض موقع فلكي وجغرافي. طب يلا نعرف كده الموقع الفلكي والجغرافي لقارة أفريقيا بالظبط هو إيه. الموقع الفلكي لقارة أفريقيا إن هي بتمتد بين دائرتي عرض 37.5 شمالا و34.5 جنوبا. هي بتمتد بين الدائرتين دول، يعني حوالي كده 70 دائرة عرضية بتمتد أو بيمروا بقارة أفريقيا. بالنسبة لخطوط الطول فهي بتمتد بين 51 خط طول شرقا إلى 17 خط طول غربا، وكل الخطوط دي حوالي 68 خط طبعا بيمروا أو هم موجودين في قارة أفريقيا. طبيعي جدا ان كل خطوط الطول ودوائر العرض دي اكيد هيكون فيها من ضمنها دوائر عرض رئيسية اللي هي زي مدار السرطان اللي بيمر في شمال قارة افريقيا، ودائرة الاستواء اللي بتمر تقريبا في وسط قارة افريقيا. بالنسبة لمدار الجدي فهو بيمر في جنوب قارة أفريقيا. بالنسبة لخط الطول الرئيسي لو لاحظنا موجود هنا، وهو اللي بنسميه خط برافو جرينتش، وهو موجود في غرب قارة أفريقيا. لو لاحظنا يا أولى إعدادي في الخريطة هنا إن قارة أفريقيا بتمتد في نصف الكرة الأرضي الشمالي والنصف كمان الكرة الأرضي الجنوبي، يعني موجودة في شمال الكرة الأرضية وفي جنوب الكرة الأرضية، لأن حوالي ثلث مساحتها تقع في النصف الشمالي والتلت الآخر موجود في النص الجنوبي للكرة الأرضية. كده احنا خلصنا الموقع الفلكي.
اللي هو ايه بتمتد بين دائرتي عرض 37.5 شمالا 34.5 جنوبا، وبين خطين طول 51 شرقا ل 17 غربا. وكل الخطوط الدوائر الرئيسية اللي هي مدار السرطان في الشمال، دائرة الاستواء في الجنوب في الوسط، ومدار الجدي في الجنوب، والخط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش موجود في غرب قارة أفريقيا. وإن قارة أفريقيا موجودة في نصف الكرة الشمالي والجنوبي، لأنه طبعا بتمر فيها في منتصفها دائرة الاستواء. وطبعا تقريبا الثلث الموجود من قارة أفريقيا في الشمال، والثلث الآخر موجود في الجنوب للكرة الأرض. طيب بالنسبة للموقع الجغرافي لقارة أفريقيا، معروف أن قارة أفريقيا بتقع في وسط قارات العالم، طبعا بتطل على مسطحات مائية مهمة. احنا طبعا في موقع الجغرافي هنتكلم عن ان هي موجود ايه اللي بيحدها في الشمال واللي بيحدها في الجنوب وفي الشرق والغرب، يعني هنذكر ايه الحدود اللي موجودة او اللي بتطل عليها قارة أفريقيا. طبعا طبيعي جدا ملاحظين في الخريطة ان في الشمال بيحدها البحر المتوسط، وده اللي بيفصلها عن قارة أوروبا. إنما في الشرق طبعا موجود البحر الأحمر والمحيط الهندي، ودول اللي بيفصلوها عن قارة آسيا. إنما في الغرب موجود المحيط ممتاز الأطلنطي اللي بيفصلها عن قارة إيه؟ عن قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. كده إحنا خدنا شمالا وشرقا وغربا. اللي موجود في الشمال البحر المتوسط بيفصلها عن قارة ايه؟ أوروبا. اللي موجود في الشرق البحر الأحمر محيط هندي بيفصلها عن قارة ايه؟ آسيا. واللي موجود في الغرب ايه؟ المحيط الأطلنطي بيفصلها عن ايه؟ عن قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. عايزين نلاحظ السنة الأولى إن في فرق بين ان انا لما اتكلم عن ايه اللي بيفصل قارة عن قارة، او ايه اللي بيفصل قارة افريقيا عن قارة اسيا عن قارة اوروبا عن الامريكتين، وفي فرق ما بين ان انا اتكلم عن ايه اللي بيقرب قارة افريقيا من قارة اسيا مثلا او قارة اوروبا. ايه نقطة اللي هم ممكن بيكونوا قريبين، السطح أو اليابس اللي قارة أفريقيا بتقترب فيه من قارة آسيا مثلا أو قارة أوروبا. في نقط معينة أو في أماكن معينة بتقترب فيها قارة أفريقيا من قارة أوروبا وقارة آسيا كمان. إيه النقط دي أو إيه الأماكن دي؟ فقارة أوروبا بتقترب من قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق، بيكونوا أقرب ما يكون المسطح اليابس الأفريقي مع اليابس الأوروبي عند مضيق جبل طارق. بالنسبة لقارة آسيا فهي بتقترب من قارة أفريقيا عند مضيق باب المندب. وطبعا بالنسبة لقارة آسيا فهي بتتصل اتصال صريح وطبعا مباشر بقارة أفريقيا من خلال شبه جزيرة سيناء. فكده آسيا بتتصل اتصال مباشر بقارة أفريقيا من خلال شبه جزيرة سيناء، اللي طبعا بتعتبر جزء غالي من بلدنا مصر، وطبعا اللي بتقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا. بالنسبة لشبه جزيرة سيناء يا سنة أولى فهي ليها أهمية خاصة. الأهمية دي من الناحية الحضارية والاستراتيجية اللي طبعا على عبر العصور، طول العصور أو على مر العصور لشبه جزيرة سيناء أهمية مخصصة ليها. وده بيرجع لإيه؟ ده بيرجع لعدة أسباب، ولكن خليني أوضح لك مفهوم كلمة الأهمية الحضارية أو يعني حضارة. يعني إيه حضارة؟ الحضارة هي عبارة عن كده مجموع الإنتاج الثقافي، يعني كل حاجة تم إنتاجها ثقافيا من كتب، من مؤرخين، من دراسات، من ثقافات، من عادات، من تقاليد، من العلوم، كل ده بنسميه إنتاج ثقافي. كل اللي أنتجه أو كل حاجة من الإنتاج الثقافي من عادات وتقاليد وعلوم وفنون وقيم، والإنتاج المادي زي القلاع والمباني والقصور وكل حاجة بتميز مجتمعنا عن غيره من المجتمعات المجاورة لينا، كل ده بنسميه إيه؟ بنسميه حضارة. طيب بالنسبة خلاص كده احنا عرفنا يعني ايه حضارة أو هي الأهمية الحضارية. طيب بالنسبة لشبه جزيرة سيناء ايه الأهمية الحضارية ليها؟ لأن هي سبب في انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها، اللي كانت الحضارات والثقافات اللي موجودة في قارة آسيا انتقلت لقارة أفريقيا من خلال شبه جزيرة سيناء، زي كده الحضارة الإسلامية اللي طبعا أقيمت أو نبعت من شبه جزيرة
من شبه الجزيرة العربية اللي طبعا موجودة في السعودية، اللي هي جزء من قارة آسيا، فانتقلت لينا لقارة أفريقيا من خلال شبه سيناء أو شبه جزيرة سيناء. طب بالنسبة للأهمية الاستراتيجية لجزيرة شبه جزيرة سيناء، ده بيرجع لأن هي تعرضت مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلال شبه جزيرة سيناء، إن هي يحاولوا يستعمروا أرضنا من خلال سيناء. وعلشان كده احنا المفروض طبعا بسبب النقطة دي ان احنا لازم نحافظ على امن شبه جزيرة سيناء، ولازم ان احنا نحافظ على امن القومي المصري والافريقي.